هذه قصيدة عنوانها غريب شوي، جديدة، اسمها أحمد محمد سلامة. مكتوبة حاضر كتابتها أنت يا سهل. في زمن وهمي من الأزمان، في زمن وهمي من الأزمان، كان ياما وياما كان سلطنة وسلطان. في يوم من الأيام يتصفح السلطان جريدة، موضوع يسترعي اهتمامه، أحمد محمد سلامة، فرد من أفراد شعبه، يائس وأوضاعه صعبة. في الصبح يشتغل بواب في مدرسة أطفال، وفي الليل يشتغل شيال، عنده 3 عيال فيهم مرض نادر عضال، ما له علاج إلا في بلدان بعيدة، كلفته ما يحتملها وفاقته أصلا شديدة. انسدت الدنيا أمامه وارتأى أن الطريقة الوحيدة أنه يوجه ندى عبر الجريدة لأهل الكرم وأهل الشهامة. تبرق في عين سلطان البلاد غمامة، ويهطل الدمع من عينه، يمسح الدمع بكفوفه ويخلع العمامة ويرفع للسما راسه ويقول يا ربي يا الفرد الصمد سترك وعفوك. ينادي سلطان البلد يا حاجب استدعي معالي وزير السلطنة الأول رعد. يجي رعد يبدي ولاءه واحترامه، صاحب المجد والكرامة سيدي السلطان أمرك. أي كرامة يا رعد أي كرامة، والمواطن في البلد ضايع مقامه. أتركك عن هالحكي واسمعني زين، خذ هال2 وصلها لمحمد سلامة، أحمد محمد سلامة، تلقى التفاصيل في الجريدة. لكن اسمع يا رعد، ما أبي يدري أحد، أحذرك لا صحافة لا جرايد، هذه الوجه الله أبيها ويعلم الله من وراها، ما أبي مدح وقصايد، أرتجي عفو الكريم في يوم بالأهوال زايد. سيد السلطان خيرك في القديم وفي الجدايد، ربي يجزيك المثوبة ويعينك بوقت الشدايد. يخرج رعد ويستدعي وزير المال والأحوال مرسال. يجي مرسال أمرك معالي وزير السلطنة الأول. مرسال خذ ال1,000,000 هذا وسلموه للمواطن أحمد محمد سلامة. خذ ال1,000,000 هذا وسلموه للمواطن أحمد محمد سلامة من سيد السلطان. خذ الجريدة تلقى التفاصيل في الجريدة. هذا لابد يتم الآن وبأقصى درجات السرية والكتمان، هذه أوامر سيدنا السلطان. يخرج مرسال ويستدعي كبير الحراس فراس. فراس أمرك يا وزير المال والأحوال، تعال خذ هذا 500,000 سلموها للمواطن سلموها للمواطن أحمد محمد سلامة من سيد السلطان. خذ الجريدة تلقى التفاصيل في الجريدة بأقصى درجات السرية والكتمان، هذه أوامر السلطان. يخرج فراس ويستدعي النقيب حبيب. يجي حبيب أمرك يا كبير الحراس. حبيب تعال خذ 100,000 هذه سلمها للمواطن أحمد محمد سلامة من سيد السلطان. خذ الجريدة تلقى التفاصيل في الجريدة بأقصى درجات السرية والكتمان، والآن هذه أوامر السلطان. يخرج حبيب ويستدعي مسؤول المساكن مازن. مازن تعال خذ 50,000 هذه سلموها للمواطن أحمد محمد سلامة من سيد السلطان. خذها الآن بأقصى درجات السرية والكتمان، هذه أوامر السلطان. يخرج مازن ويستدعي رئيس الحي اللي ساكن فيه أحمد عبد الحي. يجي عبد الحي تعال خذ 20,000 هذه سلمها للمواطن أحمد محمد سلامة وبأقصى درجات السرية والكتمان، هذه أوامر السلطان. يخرج عبد الحي ويتوجه المكتبة في الحي ويستدعي مساعده أمين. تعال يا أمين تعال شوف الجريدة وخذ 1,000 هذه سلمها لأحمد سلامة، ساكن هناك عمارة في آخر الشارع جنب مدرسة الكرامة، الدور الرابع شقة 6. وديها الآن وقل له هذه من سيدنا السلطان، واسمع يا أمين احرص على السرية والكتمان، هذه أوامر السلطان. أمين واقف ورا باب شقة أحمد محمد سلامة. يدق الباب، صوت من خلف الباب، مين؟ أنا أمين مساعد رئيس الحي عبد الحي. يفتح الباب، أهلين وسهلين، هذا بيت أحمد سلامة؟ نعم أنا أحمد سلامة. أحمد محمد سلامة؟
أحمد محمد سلامة. ممكن إثبات؟ طبعا أكيد. فعلا أحمد محمد سلامة. سيدنا السلطان موضوعك استرعى اهتمامه، سيدنا يسلم عليك وحب يطمن عليك وكلفنا ننقل لك رسالة. سيدنا السلطان أدام الله أيامه يتمنى للأطفال عندك كل الشفاء وكل السلامة.